الله حقوق أوصو وقوج أو زكاة بيصجأت بلن. أعزائي الطلاب، ننتقل الآن إلى درس جديد، ولكن الحرف هو الحرف السابق، حرف الخاء. حرف الخاء بل يقابل حرف الخاء باللغة العربية تماما. الحرف طبعا مركب من الحرف الكي وحرف التضخيم خ. في أعلى الدرس كلمة خا، خي وألف بصير خا. خا ما إله معنى ككلمة مستقلة، ما إله معنى. بعد كلمة خ معناته انسج، فعل أمر خ، فعل لازم خ. انسج تسيخ، ينسج الصوف خ. في بعضها خ كسرة كمان معناته انسج، ولكن هون الفعل متعدي ما لازم. هناك خ فعل لازم، خ فعل متعدي. خ معناته انسجها، خ بهالمعنى بيجي خ فعل متعدي. فوق خدن، خدن قطعة قماش. خدن قطعة قماش يعني قطعة صغيرة، يعني ما بيصلح لشيء غير للمسح ولهيك شغلات. يعني خدن قطعة قماش صغيرة، غالبا ما بيستعملوها للمسح، مسح البيت، مسح كراسي أو هذا. خدن، هذا خدن. خدن. تحت في كلمة خرين، خرين أرجوحة. خرين أرجوحة، هاي المرجوحة اللي بيركبوها الأولاد بيسموها خرين. خرين. تحت في كلمة خاجت. خاجت طبعا اسم علم مؤنث، خاجت. خاجت. تحت كلمة قاب خنج. قاب خنج، بخنج فعل أمر كنس. لما بيجي قدامك قاف بدي يعين من وين اتجاه الفعل، اجى بعد صار هم قاب خنج يكنسون. يكنسون مجموعة عم بيكنسوا، بصير قاب خنج. قاب خنج. تحت كلمة خرينمج، خرين أرجوحة، والميم والج بصير بي. هدول متلازمتين في حال أغلب الحالات بجسمه. خرينمج ألمج إلى آخره. هذا بالأرجوحة. خرينمج بالأرجوحة. خرين معناته خرينمج، خرينمج بالأرجوحة. خاجت، عنوان الدرس خاجت. خاجت يزاق ونم يسغ. خاجت البنت زاقة مفرد. زاقة مفرد. زاقة مثلا تحبس بشغة، زاقة شغة، أكلت واحد. ما واحد رقم واحد، أو زاقة مفرد بيجي واحد أو مفرد. زاقة. يزاق، يزاقوا، ضمير الشخص الثالث المفرد الدال على ضمير الشخص الثالث يزاق. يزاق وحيدة. يزاق زاق واحد، يزاق وحيدة.
وحيدة يزاقوا، في واوين ورا بعضهم، يزاقوا، قاف واو فتحة وواو مضمومة، يزاقوا وحيدة، هي وحيدة. ونم يسغ، ونا بيت، ونم بالبيت، حرف جر هنا في البيت. يسغ، يس جالسة في، جالسة في. بالأمكنة بيكون إما بالتشركسي التعابير، إما يث نائمة في، يس جالسة في، يت واقفة في. أرجو الانتباه لهالتعابير. يسغ، يس معناته يسغ جالسة، والغين فعل ماضي كانت جالسة لوحدها. إذا خاجت يزاقوا ونم يسغ معناته الفتاة خاجت كانت لوحدها في البيت، كانت لوحدها في البيت. خاجت خدن صنة يئغو ونخر قيغ قابزخ. خاجت اسم البنت، خدن ان قطعة قماش للمسح، قطعة قماش صغيرة. صنة، صنة معناته رطب مبلل ومعصور. صنة، صنة معناته رطب مبلل، يعني الخرقة إذا بليناها بالمي بتشرب مي، لما بنعصرها بصير صنة، رطب يعني رطب. صنة، صنة إذا رطيب. إغو، إغو يعني إغ ماسكة، يأغو وهي ماسكة. ونخر قيغ قابزخ، ونا بيت، ونخر البيوت. قيغ قابزخ، قي قاف التي بحدد اتجاه الفعل، الياء ضمير الشخص الثالث المفرد، قي ما قا جمع، قي مفرد هي بمفردها. غ جعل صير، قابزة نظيف، قبزاغخ نظفتها، نظفتها. ونخر قيغ قبزاغخ، قيغ قبزاغخ نظفت البيوت، نظفت البيوت. إذن خاجت، خاجت خدن صنة يأغو ونخر قيغ قابزخ. خاجت وبيدها القطعة القماش المبللة، مثلا تنظف البيوت، ونخر قيغ قابزخ تنظف البيوت. تشتخري، تحشتخري يغاشخخ. شت دجاج، تشتخر الدجاجات، والياء حرف عطف، تشتخري أيضا، تشتخري الدجاجات أيضا. لاحظوا أن تشتخري كلمة أيضا كمان بيجي مع ما بين الاسمين، يعني بين المعطوف والمعطوف عليه. تشتخري الدجاجات، وتشتخري وديوك الحبش يغاشخخ، اغاشخخ، تشخري اغاشخخ. هي، هي ايه، هذا الايه ضمير الشخص الثالث اللي بيدل على ضمير الشخص الثالث. اغاشخخ تطعمها، تطعمهم، اللي تطعم الدجاجات وديوك الحبش. اغاشخخ تطعمهم، تطعمهم. تشتخري، تحشتخري اغاشخخ، اغاشخخ تطعم الدجاجات وديوك الحبش. شاقر بخنش، بخنش قيب بخنشغ. شاقر بخنش، بخنش قب خنشغ، قب خنشغ. شاقر أرض الدار، بخنش بخنش بالمكنسة، قب خنشغ كنستها بالمكنسة، يعني كنست أرض الدار بالمكنسة. طبعا شاقر، شاق أرض دار، الآر للتعريف، بخنش بخ مكنسة، ميمشة بصير بالمكنسة، قب خنشغ، قب ق
دلالة على اتجاه تنفيذ الفعل. اي هي بخنج بخنجر كنست، يعني هي كمان كنست أرض الدار. آشي وزة خاجته يشبخ نحيجو لانا يغسو خرينمج جقوغا. آشي وزة آش ذلك، آش مش بهذا، آش بذلك مش بهذا، بهذا بذاك أو بذلك. آش يوزج بعد ذلك، آش ذلك، آش يوز، آش يوز بعد ذلك، يوز خلفه وراءه، يوز خلفه وراءه. خاجت الشبخ، آشوز خاجت يشبخ نحجو لانا يغسو خرينمج جقوغخ. آشوز بعد ذلك خاجت يشبخ نحجو لينا مع أختها الصغيرة لينا، يشبخ أختها، يشبخ أختها. نحجو الأصل الصغرى، نحج نح أكثر أو أقل للمقارنة بين شيئين. نحجو معناته الأصغر، جديد أو صغير. نحجو الأخت الصغرى لينا. يغسو معناته برفقة، يغسو برفقة. خرينمجة، خرينة مرجوحة، خرينمجة بالأرجوحة جقوغة لعبت، جقوغة لعبت. ختا ونر زغق بزاغر. ختا من الذي نظفت البيت؟ ختا ونر زغق بزاغر، ختا ونر زغق بزاغر. من عيد الدرس من أوله. انسج، كمان انسجها يعني فعل متعدي هون. خدن قماشة صغيرة. خرين أرجوحة. خاجت اسم البنت. قاب خنجة يكنسون. خرينمجة بالأرجوحة، خرينمجة بالأرجوحة. عنوان الدرس خاجت يزاقو ونم يسخ. خاجت يزاقو، زاقو واحد، زاقو وحيدة، يزاقو هي وحيدة، ونم بالبيت. يسخ كانت جالسة وحيدة في البيت. خاجت خدنشن يئغو ونخر قيغا قبزاغخ. خاجت خدنشن يئغو، خاجت وبيدها رقعة مبللة، رقعة مبللة. نظفت البيوت. خاجت خدنشنا يئغو ونخر قيغا قابزخ. خاجت خدنشنا يئغو ونخر قيغا قابزخ. بعدين تشتخري تحتشتخري غاشكخ. تشتخري الدجاجات أيضا تحتشتخري، وديك الحبش كمان أيضا. لاحظوا كلمة أيضا عم بالحق بالاسمين هنا. تشتخري أغاشخخ، تطعمها الدجاجات. شاقر بخنجة قيب خنجغ. شاقر أرض الدار بخنجة بالمكنسة، بخنجة بالمكنسة. قب خنجغ
نحن أحيانا بنقول قيب خنشغ، إي قيب خنشغ، لا، قب خنشغ. هذا حسب القواعد اللغة الشركسية الموضوعة لكافة القبائل، قب خنشغ، قب خنشغ. أحيانا حتى أنا يعني بغلط، برجع للغة اللي متعودة، معلش، قب خنشغ، قب خنشغ. عشي وزخ حاجته يشبخ نحجو لينا يغسو خرينمجة جقوغة. بعد ذلك عاش يوز، عاش اوز، عاش اوز. بعد ذلك عاش، ذلك اوز بعد. لاحظوا ذلك بعد باللغة العربية بعد ذلك. خاجت، خاجت اسم البنت، الشبخ نحجو أختها الصغيرة لينا يغسو برفقتها خرينمجة جقوغة. لعبت بالأرجوحة، لعبت بالأرجوحة. ختا ونر زغى قبزاغر، ختا ونر زغى قبزاغر. هون آخر سؤال بآخر الدرس، ختا من، ختا من الذي، ونر البيت، زغ قبزاغر الذي، هون الذي قبزاغر الذي نظفت البيت، التي نظفت البيت أو الذي نظفت البيت. أعزائي الطلاب، ننتقل الآن إلى كلمات الدرس وإلى قواعد الدرس. خ انسج، فعل أمر، انسج فعل لازم، فعل لازم. خ فعل أمر، فعل لازم. خ كمان فعل أمر، إن بيجي بمعنى خ، انسجها، انسج شيء يعني، خ شيء معين يعني، فعل متعدي هون. مثلا بتقول بشاشم جانر يخ، البنت يخ، البنت تنسج الثوب. هذا أنا بده مفعول به. بشاشم خ ما بيصير، بشاشم جانر اخ معناته تنسج الثوب. أما جانر خ بس فعل لازم، خ معناته انسج الثوب، لا على التعيين بشكل مطلق يعني. خدن قطعة قماش، خدن قطعة قماش. ما قطعة قماش يعني قطعة قماش مثل مستعملة، يعني ما خرجت خيط منه لا ثوب ولا قميص. أولا قطعة صغيرة، وثانيا الخدن معناته يعني قطعة قماش تقريبا راح تهتري أو مهترية بهالمعنى. خدن يعني خدن من القماش القديم المسلوط على الزان، خدن. خرين أرجوحة، خرين أرجوحة، خرين أرجوحة، خرين أرجوحة. زاقوة، زاقوة فرد واحد أو واحدة، يزاقوا ونميس وحيدا جالس البيت. مأرسة زاقوة تفاحة واحدة، أو بيجي زمأرسة أو تفاحة كمان واحدة، ولكن زاقوة بيجي معناته واحد، بيجي معناته منفرد، منفرد. زاقوة، زاقوة. شنا رطب مبتل، شنا رطب مبتل. هنا رطب جاي بمعنى رطب مبتل، شنا. اوج بعده، اوج بعده. عاش ذلك، عاش ذلك. بيجي مقابله مش، مش
للقريب، آش للبعيد. منعيد كلمات الدرس: خ انسج فعل لازم، خ انسج فعل متعدي، خدن قطعة قماش، خرين أرجوحة، زعقة واحد أو واحدة أو فرد، شنة رطب، وج بعده آش ذلك، آش ذلك، آش ذلك. ننتقل الآن إلى قواعد الدرس. إن الحالة الأولى حالة الاسم المرفوع. الأسماء إلى حالات، 4 حالات إعرابية. أول حالة هو حالة الاسم المرفوع. الحالة الثانية هو الاسم المجرور أو المنصوب. الاسم المرفوع يكون باتصال أر بآخر الاسم. شالة بصير شالر، بصاصة بصير بصاصر. أما حالة الاسم المجرور أو المنصوب عندما يتصل بالاسم حرف الميم. شالم شالم شالم. يا بيجي يا مفعول به منصوب، يا بيجي اسم مجرور. الميم بصير حرف جر من إلى، عن، على، إلى آخره، أو اسم مرفوع. مثلا شالم سيواغ، شالم سيواغ. ضربت الولد، ضربت الولد. شالم سيواغ، شالم الولد، سيواغ ضربته. هون شو صار؟ مفعول به منصوب. بسخم سقواغ. ذهبت إلى النهر، ذهبت إلى النهر. انتبهوا، الميم هون أحيانا بيعمل الاسم مفعول به منصوب، وأحيانا بيعمله اسم مجرور مسبوقة بحروف الجر كلياتها، بحروف الجر كلياتها. إذن الحالة الاسم المجرور حيث يصبح فيه الاسم مجرورا بإضافة أم إلى الاسم، أو منصوبا. مثال شالة فيصبح شالم. ونسأل عنه بخت. خت ويز غجاغر، شالم سري غجاغ، شالم سري غجاغ. إذن هون الأم بيكون في حالة الجر أو النصب. مثلا نسأل عنه بخت. أما إذا كان خت للإنسان، أما كان للأشياء سد. السؤال تبعه سد. ونم، ونم، ونا بصير ونم. الاسم المجرور بصير ونا، ونم، ونا بصير ونم. ونسأل عنه بسد، بسد، سد، سد صار خاتم سشآغ، خاتم. إذن الأم هذا يا أما بيعمل الاسم مجرور أو بيعمله منصوب. وبما أنه باللغة الشركسية ما في شيء اسم منصوب، بيقولوا له اسم مجرور للمفعول به منصوب وللثاني. معلش نحن للتسهيل باللغة العربية عمنا نشرح، بنقول منصوب ومجرور. أحيانا بصير منصوب وأحيانا بصير مجرور. في الدروس القادمة، في الدروس القادمة راح نعطيكم كيف ايمت بيكون منصوب وايمت بيكون مجرور بحرف الجر. أعزائي الطلاب، هنا نقف عند نهاية الدرس، وأتمنى لكم أن تحفظوا هذه الدروس، وأتمنى من الأهالي، من الأب والأم والجدة والجد والأخت الكبرى ومن يستطيع أن يساعدكم أن يساعدكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.